على الرغم من الشائعات القوية التي انتشرت في 6 فبراير حول تقديم وليد الركراكي استقالته بسبب الضغط الجماهيري، إلا أن التقارير الرسمية اليوم تشير إلى أن الاتحاد المغربي تمسك بالركراكي. الهدف هو الحفاظ على الاستقرار قبل أقل من 4 أشهر على انطلاق مونديال 2026، معتبرين أن الوصول للنهائي الإفريقي وقبله نصف نهائي المونديال رصيد يشفع له. التغيير الأبرز في الهيكلة لن يطال الركراكي نفسه بل مساعديه. هناك توجه قوي لتعيين أسماء وطنية حققت نجاحات مؤخرا لتقديم دعم تكتيكي جديد، وأبرز الأسماء المطروحة محمد وهبي المدرب لأقل من 23 سنة، هو المرشح بقوة ليكون مساعدا أول للركراكي بفضل معرفته العميقة بجيل الشباب الصاعد، خاصة المتوجين بكأس العالم للناشئين مؤخرا. طارق السكيتيوي الذي تزايدت أسهمه بشكل كبير بعد قيادته للمنتخب الأولمبي ولإنجازات لافتة، حيث ينظر إليه كالخطة البديلة الناجحة أو مستشار تقني عالي المستوى. تعتمد الهيكلة الجديدة على ربط المنتخب الأول بمنتخبات الفئات السنية بشكل عضوي أكثر لضمان انتقال سلس للاعبين الشباب الذين سيشكلون العمود الفقري للمنتخب في مونديال 2030 المقام بالمغرب.